اسهل والذ من الحلويات دي بصراحه انا ما عملتش ولا انت كمان هتعملي. حلويات سهله جدا ولذيذه وكمان اقتصاديه. حلويات بدون زبده، بدون بيض، بدون فرن، بدون حليب مكثف محلى، بدون اي حاجه تعمل وش كتير ومكلفه للجيب. حلويات بارده كده هتطر على القلب في الحر اللي احنا فيه ده. احلى ما فيها انها سهله قوي، واي بنوته صغيره هتقدر تخش تعملها. هتحضريها في دقايق وتاكليها في ثواني من كتر ما هي حلوه. جربيها ان شاء الله هتعجبك. واللي ما يعرفنيش بقى، انا سميرة وده مطبخي. لو استفدتي اي حاجة من الفيديو بتاعي يا ريت لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة، ويا ريت ترجعي للفيديوهات القديمة، في حاجات كتير هتعجبك. عايزاكم تتفرجوا بس على الحلاوة كده، وهنسمي الله ونشوف احنا هنعمل ايه على طول. انا معايا 4 بكاوي من البسكوت، اي نوع بسكوت انت تحبيه. وهنا برضو كمية البسكوت على حجم انت عايزة تعملي قد ايه، او البايركس بتاعك قد ايه. هنكسر البسكوت كده في اي بايركس عندنا. احنا كده كده هنحطها في التلاجة، مش هتخش الفرن، فممكن تعمليها في اي حاجة مناسبة ليكي. مش هنكسر البسكوت ناعم قوي، انا عايزاه تكسير خشن. بصوا يعني بكسرها يا اما نص يا اما 3 بالكتير. وهنا بقى بما اننا احنا في موسم المانجا، فاحنا هنعمل الحلا بتاعنا النهارده او الحلويات بالمانجا. معايا مانجايه واحده بس، قطعتها مكعبات زي ما انتم شايفين كده، وهحطها كده يعني بطريقه عشوائيه. احاول بس ان انا اوزعها في البايركس كله كويس. وهركنها طبعا على جنب بعد ما اوزع المانجا كده على البسكوت. ونشوف هنعمل ايه تاني. اهم حاجة الخطوات عشان مفيش حاجة تسبق حاجة. يعني اول حاجة اعمليها زي انا ما بعمل كده. بعد كده بقى هنعمل الكراميل بتاعنا. معايا كوبايتين من الحليب. وهنا معايا باكل الكراميل. طبعا هاخد البودرة بس، والكراميل هركنه مش محتاجاه. ممكن هحطه في اي وصفة تاني. وهحط معلقة ونص من النشا، عشان انا عايزه الكراميل بتاعي بيبقى متماسك، عشان لما اقطع الصينيه كده او الحلويات بتاعتي تطلع معايا القطعه مظبوطه. حطيت معلقتين بس من السكر، وهنا السكر حسب رغبتك انتي. بس انا حسيت البسكوت مسكر والمانجا مسكره، فقلت كفايه ايه، معلقتين سكر. هقلبهم طبعا على البارد كويس قوي عشان ما يبقاش فيهم اي كتل. زي ما انتم شايفين كده، اتاكد بس ان السكر والكراميل والنشا ده كويس. بعد كده هرفعهم على النار مع التقليب المستمر عشان يطلع معايا كريمي ناعم. هفضل اقلب فيه لما يديني القوام ده. وطبعا هنا الكراميل اتبعوا الخطوات اللي مكتوبة على العلبة، لان من نوع لنوع بيختلف. يعني اتبعوا الخطوات اللي على العلبة عشان ما يطلعش معاكم خفيف. وهو سخن على طول، ما نخليهوش يبرد. ننزله على خليط البسكوت والمانجا اللي احنا عملناه. نحط الخليط كله كده ونبتدي نسويه بالسباتولا بتاعتنا. بصوا عايزه اقول لكم، يلا قومي تشطري اعمليه دلوقتي، مش هياخد معاكي وقت خالص. وطعمه حلو قوي، مهما وصفت لكم طعمه حلو قد ايه مش هتصدقوا. نتاكد بس ان البسكوت كله جه عليه من الخليط اللي احنا عملناه من الكراميل، عشان لما نيجي نقطعه يبقى كله متشرب مع بعض. ممكن تسيبيه في الخطوه دي كده وتقدميه، وسيبيه يبرد وتقدميه. بس انا حبيت ادلعه شويه كمان. فاكرين كيس الكراميل اللي ما عملناهوش؟ ممكن نزوقه بيه على الوش ونقدمه وخلاص. لكن انا بقى حبيت اعمله بما ان احنا هنعمله بالمانجا. فجبت كيس من جيلي المانجا، وحطيت عليه كوبايه صغيره من الميه المغليه. هنا انا قللت الميه شويه، طبعا مكتوب على كيس الجيلي ان احنا هنحط كوبايه كبيره ميه وكوبايه ميه بارده. انا خليت الميه اقل عشان انا عايزاه يبرد بسرعه، وعايزه الجيلي يتقل بسرعه. برضو في الجيلي نتبع الخطوات اللي على كيس الجيلي. سيبنا الكراميل برد نص ساعة على الرخامة لما برد، وكان في الوقت ده الجيلي بتاعنا كمان برد. اوعوا تحطوه سخن. نصبه بالراحة كده. بصوا عشان هو بارد فما عملش اي خروم ولا اي حاجة في الكراميل بتاعنا. اتصب الحمد لله بمنتهى البساطة. هندخله بقى التلاجة من 3 ل 4 ساعات على حسب درجة الحرارة التلاجة، برودة التلاجة بتاعتنا، لحد الجيلي ما يتجمد. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله، طلعوها بقى من التلاجة بعد 3 4 ساعات كده لما تتجمد. بصوا حبايبي بتتقطع، انتوا شايفين ان هي قد ايه متماسكه. وبصوا الحلاوه بقى، بصوا الجمال. مانجا وبسكوت وكراميل وجيلي مانجا، يعني بصوا حاجه كده في منتهى الجمال. شايفين شكلها؟ انا حابه اوريكم شكلها
شكلها من جوه شكل المانجا مع البسكوت حلوة قوي، ولو عندكم ضيوف هتقدموها وهتبقى في التقديم في منتهى الجمال. جربوها ان شاء الله تعجبكم، واتمنى اللي يجربها يقول لي رأيه ايه فيها، والبنات الصغيرة تتشجع كده وتخش المطبخ وتعمل حاجات حلوة من ايديها في الصيف ده. نعمل حاجات كده ترطب على قلبنا، وبألف هنا وشفا. شايفين الصينية طالعة القطعة سليمة ازاي؟ بصوا يا جماعة الحلاوة. عايزة اقول لكم انا هي دي الحتة الوحيدة اللي طلتها من الصينية اللي دقتها قدام الكاميرا دي، وبألف هنا وشفا. ألف هنا وشفا للي كلها، ما خلوش منها حاجة. يا دوبك قدمتها لهم بلف كده، لفتي ورجعت لقيت الحمد لله والشكر لله كويس ان انا دقت حتة قدام الكاميرا يعني. ربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا كل حاجة حلوة لحبايبكم.